لو رجع بيك 5 سنين هتدخل صيدله يعني. اكتر موقف مضحك حصل لك في الكليه؟ مره نزلت بورقه امتحان، اول امتحان امتحنته، خدت الورقتين ونزلت بيهم، مشيت بيهم، اللي هو الانسر شيت والورقه الاسئله. شهاده. وبعدين طلعت تاني قلت للدكتوره هو دي اللي بيتسلموا؟ اكتر ماده بتحبها مفيش ولا ماده حبيتها مثلا؟ مفيش ولا ماده حرفيا. واكتر ماده بكرهها كله. عارف انت اللي هو سيلكت. زعلان انك هتتخرج ومش هتشوف الاكس او الكراش تاني، يعني لمين؟ هو في حد؟ كلارا بعد ما خزوقت 50 واحد. انا سؤالي اكتر موقف مضحك حصل في الكليه، كلها مواقف حزينه جدا 5 سنين ولا موقف مضحك؟ كله دموع، كله دموع، دايما دموع. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بفيديو جديد على قناه فيوز الزوزه. النهارده انا واخويا عبد الرحمن هنسال زمايلنا في الدفعه كليه صيدله جامعه اسكندريه، احنا سنه 5 اخر سنه. هنسالهم 3 اسئله، هم بيبقوا 10، هيسحبوا 3 راندوملي يعني عشوائيا، تمام؟ وهيجاوبوا عليهم. يلا بينا نبدا. اكتر موقف مضحك. دخلت مره على ولي اللي واقف هناك ده، وهشام ووليد، لقيتهم بيقروا الفاتحه قبل امتحان الاورال، فبقول لهم ايه يا جدعان بتقروا الفاتحه ليه وبتاع؟ قالوا لي بنقرا الفاتحه ان احنا اي حد مش عارف حاجه التانيين مش هيجاوبوا، يعني فاهم؟ على عهد يا رجاله. اكتر ماده بتحبها واكتر ماده بتكرهها؟ اكتر ماده بحبها هي الميديسنال. ايه ده؟ معرفش ازاي يعني. ماشي. اكتر ماده بكرهها كله عارفها طبعا هي السيوتكس. ناوي تعمل ايه بعد ما تتخرج؟ نتخرج بس معدي من الصيدله. زعلان انك هتتخرج ومش هتشوف الاكس او الكراش تاني؟ اكيد زعلان طبعا. عمرك شلت مواد وخبيت على اهلك؟ لا. لا. ايه اكتر ماده بتحبها واكتر ماده بتكرهها؟ اكتر ماده بحبها اي حاجه فيها كلينيكال بغض النظر عن درجاتها يعني. ايه ده؟ بتحبيها؟ بحبها كلينيكال بس مش بحب درجاتها. اكتر ماده سبحان الله. ماشي. اكتر ماده بتكرهها اي حاجه فيها سيوتكس ورياضه، بكره الرياضه. حلو ده. انت بتضحكي ليه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اسمك ايه؟ دكتور عمر محمود. ابوك اسمه ايه؟ محمود. بص، على تديك الورقه ده تسحب منهم 3 اوراق وهتجاوب على 3 اسئله، يعني هتجاوب عشوائي، فاهم؟ يعني انت هتسحب 3 اوراق عشوائي وتجاوب على 3 منهم. عبد الرحمن. ماشي.